السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا بقى زي ما وعدتكم ان انا اوريكم فرحتنا باخويا، زي ما وريتكم شقته قلت لازم اوريكم فرحه بقى. يا رب كده عقبال اولادكم جميعا يا رب تفرحوا بيهم ويدخل الفرح في بيوتكم. اللي يا رب كده تفرحوا بولادكم وتفرحوا ببناتكم ويديم الفرح في كل البيوت. إيه طبعا انتوا عارفين يعني فرحة الاخ بتبقى فرحة كبيرة وفرحة جميلة، والاخت. وزي ما انا قلت لكم يعني ده اخويا الصغير. إيه ربنا يحفظ ولادكم كده جميعا. فرحتنا طبعا بيه ما تتقدرش، ربنا يحفظه لي هو واخواتي يا رب. النهارده بقى هو طبعا بعد حب 7 سنين يا جماعة. إيه ربنا هيكرمه ايه هو وزوجته. إيه يعني ايه بعد صبر 7 سنين. فطبعا بتبقى اشتياق بقى وفرحة كبيرة. هو بقى فرحان جدا وخطيبته فرحانة جدا يعني وكده، واحنا كلنا كنا فرحانين. زي ما انتم شايفين دي والدتي طبعا. احنا دخلنا بقى معاه بالورد وكل حاجة، ووالدتي كانت بترش عليه ورد. هنا ساعة الرقصة السلو. عايزة اقول لكم طبعا انا مسرعة لكم علشان مش عايزة اطول عليكم الفيديو. بس بجد الفرح كان جميل جدا، يعني كان شعور حلو جدا وكان الفرح جميل جدا. طبعا هو عامة الفرح حلو، ربنا ما يحرمش حد من الفرحة. الفرح جميل، وربنا يا رب يجعل بيتكم كلها فرحة وبيوتكم دايما عمرانة بالخير، ويجعل دايما فرحة رمضان خير عليكم يا رب. انتوا عارفين طبعا الحب يعني الفرحة اللي بعد انتظار وحب دي بيبقى ليها طعم تاني خالص. فيا رب كده سعدهم وهنيهم وارزقهم بالذرية الصالحة. انتوا طبعا عارفين هو طبعا اخويا بقى ايه كان عامل لها اغنية وعمال يغني لها وكده، بس طبعا انا ما رضيتش اطلع الصوت علشان ما ينفعش ان انا انزله على الفيديو. بس كان نفسي تسمعوا الاغنية. عايزه اقول لكم الاغنيه كانت جميله جدا اللي هو عاملها لها. انا طبعا مسرعه لكم الفيديو، بس الفرح كان جميل جدا والاغنيه كانت جميله جدا. ولما يكون بقى الفرحه عن حب بقى وصبر سنين بيبقى لها طعم تاني جدا، بيبقى لها اشتياق وطعم تاني. يا رب ما تحرمش حد من الفرحه دي. يا رب سهل الامور لكل اتنين ناويين على الجواز يعني. كل اتنين بيحبوا بعض، يسر الامور لكل الشباب. انتوا عارفين طبعا الايام دي اللي بيتجوز صعب جدا. اللي بيتجوز ده بطل بطل بجد في الوقت اللي احنا فيه والغلا اللي احنا فيه ده. طبعا يعني ربنا يرزق كل مشتاق الفرحة، ويرزق كل مشتاق يعني بيحب حد، ربنا يحقق له حلمه ويكملها له على خير ان شاء الله. وانا عايزاكم طبعا تدعوا لهم ان ربنا يرزقهم بالذريه الصالحه. وادعوا لي يا رب كده عقبال ما اشوف بناتي يا رب كده في نفس اليوم دوت وافرح بيهم عن قريب، وتفرحوا بولادكم جميعا. انا طبعا زي ما نزلت لكم شقته وفرشه وكل حاجه، كنت حابه ان انا انزل لكم الفرح وتشوفوه معايا وتحضروا اللحظه دي. لحظه جميله جدا وربنا ما يحرمش حد منها. الفرح كان جميل وكان حلو. طبعا انا عارفه ان الفيديو ده مش وقته، احنا داخلين على رمضان وكده، وما كانش وقته ان انا انزله، بس انا عشان اتاخرت عليكم فيه فحبيت ان انا انزله لكم. طب الاضافه ان انا بنزل لكم طبعا تحضيرات رمضان زي ما انتم عارفين. بس انتوا طبعا زي ما انا بحبكم تشاركوني في كل حاجه. كنت حابه ان انتوا تشوفوا معايا الفرح وتشاركوني فيه. طبعا عايزاكم تقولي رايكم في الكومنتات، تقولي رايكم في اخويا العريس وتقولي رايكم في عروسته. ويا رب عقبال ما تفرحوا بولادكم جميعا يا رب. طبعا هنا بقى زي ما انتم شايفين كان الجزء التاني من الفرح بقى، كان دي الدخلة التانية. كان بقى اخويا غير بقى الجاكيت بتاع البدلة، وهي العروسة طبعا خلعت الاكستنشن بتاع الفستان كله. آه، كان طبعا شكلهم جميل زي ما انتم شايفين كده وفرحانين ومزقططين. وكان نفسي تكونوا بجد معايا في الفرح دوت، يعني كان فرح تحفة وجميل. يا رب كده انا عايزاكم تدعوا لهم كلكم في الكومنتات ان ربنا يرزقهم بالذريه الصالحه ويهنيهم ويسعدهم يا رب كده. وعقبال كل الحبايب يا رب وكل الناس اللي منتظره الفرحه زي دي. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.